أكيد حصلت معاك قبل كده تكون قاعد مع صاحبك بتتكلم عن مطعم جديد أو موبايل أو عربية أو حتى رحلة سفر، وبعدها بدقائق تفتح فيسبوك أو انستجرام وتلاقي إعلان لنفس الحاجة بالظبط. في اللحظة دي أغلب الناس بتقول نفس الجملة: السوشيال ميديا بتسمع كلامنا. لكن السؤال الحقيقي هو، هل فعلا التطبيقات قاعدة تسجل كل كلمة بنقولها، ولا في حاجة أخطر بكتير من كده؟ تخيل إنك مش محتاج تقول أي حاجة أصلا علشان الشركات تعرف أنت مهتم بإيه. كل ضغطة بتعملها، كل فيديو بتقف عنده ثانيتين زيادة، كل منشور بتقراه، كل لايك، كل تعليق، كل صفحة بتزورها، كل عملية بحث بتعملها، كلها بتتحول لبيانات. والبيانات دي بتترسم منها صورة كاملة عن شخصيتك. يعرفوا انت بتحب ايه، بتكره ايه، بتشتري ايه، وبتفكر في ايه غالبا. والأغرب من كده إن الذكاء الاصطناعي الحالي بقى قادر يتوقع اهتماماتك قبل ما تدور عليها بنفسك. يعني ممكن تكون بدأت تهتم بحاجة بشكل غير مباشر من خلال فيديوهات أو منشورات معينة، والنظام بيلتقط الإشارات دي كلها ويستنتج إنك قريب هتحتاج المنتج ده. علشان كده ساعات بتحس إن الإعلان ظهر في الوقت المثالي وكأنه كان بيسمعك. لكن الحقيقة إن التنبؤ أحيانا بيكون مخيف أكتر من التنصت نفسه. المشكلة إن أغلب الناس فاكرة إن البيانات اللي بتشاركها بسيطة، لكن لو جمعت نشاطك خلال سنة واحدة هتكتشف إنك قدمت معلومات عن نفسك أكتر من اللي ممكن تحكيه لشخص قريب منك. الشركات تعرف الأماكن اللي بتزورها والأجهزة اللي بتستخدمها وأوقات نشاطك واهتماماتك وأنواع المحتوى اللي بتشد انتباهك. حتى الوقت اللي بتقضيه وانت بتبص على صورة معينة ممكن يتحسب ويتحلل. والأخطر إن البيانات دي مش بتستخدم بس في الإعلانات، هي بتستخدم لفهم سلوك البشر بشكل أعمق وتحسين قدرة الأنظمة على التنبؤ بالقرارات المستقبلية. وعلشان كده السؤال اللي لازم نسأله مش هل السوشيال ميديا بتسمع كلامنا، السؤال الأهم هو قد إيه من حياتنا إحنا بنسلمه بإيدينا كل يوم من غير ما ناخد بالنا. وهل فعلا إحنا فاهمين حجم المعلومات اللي بنشاركها مع التطبيقات اللي بنستخدمها ساعات طويلة كل يوم؟ يمكن السوشيال ميديا ما بتسمعش كل كلمة بنقولها، لكن المؤكد إنها بتعرف عننا أكتر بكتير مما معظم الناس متخيلين.